في الوقت اللي بقالنا أسبوعين بنشوف نضال بطلات وأبطال أمام مقر الشهر العقاري بيحاولوا يحرروا إرادتهم وإرادتنا وإرادة المستقبل، بيحاولوا يشقوا طريق صعب وجميل للمستقبل. جات البشارة والسند من أشقائهم المواطنات والمواطنين المصريين المقيمين في الخارج. صحيح إنهم بدأوا قبلها بأيام، لكن مبادرة 3 أيام للأمل أحيت فعلا في نفوسنا بالأمس الأمل. مشاهد اصطفاف أبناء الشعب المصري العظيم في طوابير أمام السفارات والقنصليات، تقريبا حالة من التصويت الواضح جدا للأمل والبكرة في كل السفارات والقنصليات في الدول اللي فيها مصريات ومصريين. شيء فعلا شافي لنفوس أشقائهم هنا، مجدد للعزم والأمل في نفوس إدارة الحملة بإن احنا نقدر بالاعتماد عليكم نستوفي التوكيلات المطلوبة كلها من الخارج. ده لو حصل، ولو إنه البعض بيشوفه صعب وأنا شايفه ممكن جدا، قد إيه هيبقى ملهم ومعبر ونقلة كبيرة جدا. أرجوكم ما تتعبوش، وكمان ما تظنوش إن احنا وصلنا أو حتى قربنا نوصل. لسه محتاجين أضعاف الأعداد اللي قدرنا ننجزها امبارح. لسه محتاجين مشوار تاني وتالت للسفارة. يمكن المشوار ده يوفر على بلدنا مشاوير تانية لليأس أو للانفجار أو لا قدر الله إلى طريق الانهيار. لسه محتاجين منكم تقفوا تاني في طوابير، يمكن الطابور ده يوفر علينا طوابير كتير واقفين فيها بقالنا سنين طويلة. المصريين في الدول العربية اللي كان ليهم الإسهام الأكبر امبارح، وفي أوروبا وأمريكا وفي كل مكان في العالم، احنا بنشكركم، ممتنين للي عملتوه امبارح لتقديم الوجه الحضاري لبلدنا في مواجهة الوجه الآخر اللي بتحاول تصنعه السلطة وتصدره للعالم. ولسه متعشمين فيكم، انتوا تقدروا واحنا منتظرينكم. نرجوكم استمروا، قاوموا، نضلوا، مقدرين الظروف اللي انتوا بتشتغلوا فيها انها مختلفة في ظل السعي على أكل العيش، لكن ده نضال من نوع مختلف انتوا تقدروا عليه في ظل انه أشقائكم هنا مطلوب منهم شيء آخر. واحنا يعني فعلا بكل معاني الإعجاب بنحيي صمودهم، لكن مش متأكدين ان ده كافي لانه يفتح باب الشهر العقاري او باب الامل اللي البعض بيحاول يقفله. احنا مع بعض هنقدر، واحنا اقوى لو صدقنا واكتر لو شاركنا. استحسوا بعض، كلموا كل اصدقائكم وقرايبكم ودوائر معارفكم. احنا الاغلبيه، علينا بس ان احنا نلاقي بعض، ومع بعض هنقدر. يحيى